ثواني كده اشوف الوصفة. بيقول لي الفتة اصلها فرعوني واسمها من الفتات اللي هو يعني فتافيت العيش. يا عم ركز، خليني في الوصفة. ايه الوصفة بتختلف على حسب المكان؟ ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ الو، اهلا جوجو، اسكندريه اجدع ناس. بقولك ايه، ممكن تقولي لي الفته بتتعمل ازاي؟ عادي يا نور. بنحط العيش والرز، بعدين شوية شوربة ولحمة، خل وتوم، معروفة. ايه، من غير صلصه؟ لا معلش، اصل مش دي الفته اللي انا عارفاها، بس انا متاكده يعني انها حلوه. أيوه حلوة قوي. ازيك يا تونه؟ كل سنه وانتي طيبه. ممكن وصفه الفته من عندكم في البدرشين؟ عيني يا سلام. الفتة عندنا اسمها فتة الدشيش، وده احنا بنطحن لها القمح في حاجة اسمها الرحاية، وبعدين بنحطه في المرقة يستوي وينفش كده هوان. نيجي بقى نعمل الفتة، عيش بالتاو ودشيش وصلصة ولحمة. جملي ومن غير رز؟ طب يا تونه متشكرين، لا لازم ندوقها العيد الجاي ان شاء الله. ازيك يا طنط سعادات؟ كل سنه وحضرتك طيبه. بتعملوا الفته الصعيدي ازاي؟ بصي يا نور، طريقة العمل الفتة الصعيدي بتاعتنا في الصعيد، هتجيب اللحمة الضاني وتسلقيه، وبعد كده هتجيب العيش وتحمصيه. في ناس بتحمصه في الفرن مع زبدة، وفي ناس بتاكله على كده قراي. وهتجيبي بعد كده تعملي طشة تومة بخل، وتحطي على شوية شوربة شوية طشة تومة بخل، وبعد كده تسقسقي العيش. في ناس تحبه طري وفي ناس تحبه نص نص. وبعد كده تحطي الشوربة بالثوم والخل دي على العيش، وبعد كده تحطي اللحمة. بس يا ستة. والله نظريا انا حاسه انها تحفه، عمليا هي مختلفه شويه عن الفته اللي انا عارفاها. الو ريمو، ازيك؟ اخبار الاهل في بيروت ايه؟ الحمد لله حبيبتي بخير. يا رب دايما بخير. طيب ريمو، عشان العيد الكبير وكده بتعملوا الفتة ازاي؟ ولا أسهل، أول شي بتجيبي خبز، بتجيبي لبن. نعم، مش لبن ده يعني زبادي؟ ايه نور، الفتة عنا بالزبادي، فتة حمص، فتة باذنجان، أو حتى قريدس، كله باللبن. سوري، زبادي. طب يا ريم، لا خلاص شكرا معلش، لا مش هتنفع معانا فتة الزبادي دي، اصل يعني دي فتة خروجات كده بالنسبة لنا. خلاص بقى ما بدهاش، هي هتهريني تريقة بس ما فاضلش غيرها. ايوه يا خالتو، ازيك؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا جميلة، طبعا زي كل سنة هتسأليني على وصفة الفتة، يلا بينا. هاي بصي يا ستي، الفتة بقى هنسلق اللحمة ونخلي الشوربة على جنب، ونحمص عيش بلدي، ونحضر الصلصة بالخل والثوم. طبعا هتكوني عاملة الرز الأبيض. هنرص الفتة بقى، نرصها ازاي؟ عيش ونسقيه بالشوربة، وبعدين الرز، وبعدين الصلصة بالخل والثوم، وبعدين اللحمة، وبعدين حبة صلصة تانيين على الوش كده لون. ممكن نحطها في الفرن تتحمص شوية، وبالهنا والشفا. الفتة وصلت. كل سنة وانتم طيبين وعلى الفتة متجمعين.